ازيكم، اخباركم ايه؟ غبت عليكم صح؟ انا عارف ان انتوا بتستنوا الفيديو الجديد بفارغ الصبر. ده الخمسة ستة اللي بيتفرجوا على الحلقات دول ليهم الجنة والله. المهم زي ما قرأت العنوان كده، الكيان بيتهان. اه والله بيتهان حرفيا. بس ازاي بقى؟ بص يا سيدي، انا هسألك سؤال وبناء على اجابتك على السؤال ده هتعرف ازاي ان الكيان بيتهان. السؤال بيقول: تعرف ايه هو اهم عنصر في الجيوش أو القوات المسلحة بالنسبة للدول والكيانات؟ ممكن نقول مثلا الإمكانيات العسكرية، قد إيه إن السلاح الجوي بتاعهم متقدم، أو قد إيه مثلا إن الترسانة البرية بتاعتهم متطورة وكبيرة، أو حتى مثلا يكون في سلاح ردع خطير ومدمر زي القنابل النووية والهيدروجينية. طبعا كل الكلام ده مهم وبيدي قوة كبيرة للجيوش، بس أهم حاجة وبعيدا عن ده كله هو المجند نفسه. المجند اللي لو مش موجود او شخصيته ضعيفة او مش متدرب كويس، كل الاسلحة دي وقتها مش هيكون ليها لازمة، بل بالعكس على فكرة ممكن يكون تأثيرها سلبي على الجيش. أو ده تقريبا بقى اللي بيحصل في الكيان اللي بيمتلك ترسانة عسكرية كبيرة ومتطورة وعنده أسلحة فتاكة زي القنابل النووية اللي مش موجودة غير عنده في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي كله، ده غير دعمه اللامحدود من أكبر قوة في العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية. كل ده بقى حاجة، وقصة الجندي الإسرائيلي نفسه حاجة تانية خالص. الجندي اللي بيلاقي معاه أحدث المعدات والآليات العسكرية والأسلحة، واللي بياخد تدريبات على أعلى مستوى، والمعيشة والرفاهية عندهم عالية جدا، هو في الأصل إنسان هش وضعيف وقابل للسقوط في أي لحظة. وأنا النهاردة هثبت لك قد إيه إن الجندي ده تقدر تهزمه وتغلبه بسهولة بسبب ضعفه، بس بشرط طبعا ان ينطبق فيك مواصفات الجندي المؤمن القوي. فخليك معانا. ويل للعالم إذا انحرف المتعلمون وتبهيض المثقفون. لو جينا نشوف عدد الجنود في جيش الكيان اللي ودوا نفسهم للجحيم من بداية طوفان الأقصى ولحد الآن، هنلاقيه رقم ضخم جدا. طبقا للإحصائيات الرسمية الإسرائيلية، فمن بداية حرب الإبادة على غزة وعدد الجنود اللي ركبوا قطر 6 إلا تلت تضاعف تقريبا سنة 2023. ومن بداية الحرب اللي هي بالظبط يوم 8 أكتوبر ولحد آخر السنة، 7 جنود من جيش الكيان ذهبوا إلى الجحيم، أو يعني ودوا نفسهم إلى الجحيم. السنة اللي بعدها 2024 واللي كانت كلها حرب وتدمير وإبادة، 21 فرد منهم برضه ذهبوا إلى الجحيم. و2025 كان نفس العدد تقريبا راحوا معاه، وده طبقا للإحصائيات الرسمية، يعني بنسبة كبيرة، وزي ما التقارير بتقول إن فيها كذب وإن الأعداد أكتر من كده بكتير. وده مش غريب عليهم، هم طول عمرهم كدابين اصلا. الرقم 21 ده بقى مش عايزك تنخدع فيه وتفتكره رقم صغير، لان في الاول وقبل حدوث الحرب كان المتوسط عندهم 12 حالة كل سنة، يعني العدد زاد الضعف تقريبا. دي حاجة. الحاجة التانية ان الفئة العسكرية اصلا الروح المعنوية والدعم النفسي عندهم بيكون اعلى حبتين من الطبيعي. فترة هي عز الشباب زي ما بيقولوا، بيتمتع فيها الواحد بالصحة واللياقة، ده غير الدعم النفسي والمعنوي اللي بياخده كل فترة، وخصوصا لو وقت حرب، لأن دي بتعتبر وقتها مهمة وطنية ودينية في نفس الوقت. وده بشكل عام، لأن أصلا في جيش الكيان الموضوع أكبر من كده بكتير. الدعم المادي هناك عالي جدا، والتسليح والخدمات على أعلى مستوى، فده بيدي ثقة كبيرة للمجند في نفسه وفي المنظومة اللي هو تابع ليها. لكن اللي حصل بقى هو العكس. الجندي الإسرائيلي مهما يكون مخدوم ومصروف عليه فهو هش وضعيف، وكلنا شفنا ده في الفيديوهات وهم بيجروا ويهربوا من المواجهة المباشرة في قطاع غزة. بس احنا عشان نفهم ايه الموضوع لازم نعرف الأسباب كويس جدا. التحليلات للموضوع ده بتقول إن سبب المشاكل النفسية اللي حصلت عند الجنود كانت بسبب التوسع في العمليات العسكرية اللي حصلت في غزة، والمواجهات المباشرة اللي كانت بين أبطالنا وبين أفراد جيش الكيان، واللي سببت هلع وخوف كبير في قلوبهم. وده مش غريب أبدا، لأن أنت أصلا لو هتقارن بين الجندي المسلم المؤمن وبين الجندي اليهودي الصهيوني مش هتلاقي أي علاقة بينهم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في حق اليهود: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وعلى أرض الواقع أصلا مفيش أي وجه مقارنة ما بين واحد جاي يسرق أرضك، وما بين واحد صاحب الأرض وصاحب الحق وبيدافع عنها، وبين واحد أصلا خايف يروح للجحيم ويسيب متعة الحياة اللي هو عايش فيها، وواحد تاني مش في باله غير كلام ربنا: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة. عشان كده عادي جدا تلاقي أبطالنا هناك ما عندهمش أي إمكانيات خالص. ممكن تلاقي الواحد فيهم لابس شبشب أو ماشي حافي أو طالع بتيشيرت كورة
الثورة، ورغم كده بيجري على الدبابة والمدرعة بكل إقدام وشجاعة ومش على لسانه غير التكبير. وعلى الجانب الآخر واحد لابس دروع ومعاه كل التحصينات وبيتبعوا الطيارات والمسيرات من كل مكان، ورغم كده أول ما بيدخل في مواجهة مباشرة بنلاقيه بيتدحرج من على السلم وبيخاف ويهرب. أسباب تانية خلت جنود الكيان عايشين في حياة لا تطاق، هي والموت واحد تقريبا، زي هول المعركة اللي شافوها والمفاجآت اللي كانت بتحصل لهم في غزة، والكماين اللي كانوا بيتفاجئوا بيها كل شوية لما الواحد منهم أصلا ما كانش بيبقى عارف تاني يوم هيصحى سليم ولا لأ. ودي حاجة يعني كانت بسطانة جدا الصراحة، خلينا نقول كنا شمتانين فيهم. حاجة كمان خلت جنود كتير عندهم مشاكل نفسية، وهي رفضهم أصلا للي كانوا بيعملوه في غزة، وضميرهم اللي عمال يأنبهم طول الوقت بسبب الجرائم اللي كانوا بيرتكبوها في حق الأبرياء هناك. وانت أكيد هتستغرب من الكلام ده، بس دي حقيقة فعلا. أولا علشان هم جبنة وخوافين ما يقدروش يواجهوا ويرفضوا التعليمات اللي بتتوجه لهم، وكمان الذل والإهانة بسبب كونهم مش عارفين يواجهوا الأبطال هناك وجها لوجه، فعشان يظهروا انتصارهم تلاقيهم بيقصفهم وبيدمرهم وبيرتكبوا أبشع الجرائم في حق المدنيين هناك اللي مفيش في إيديهم أي إمكانيات. وعشان أثبت لك قد إيه الخلل في صفوف جيش الكيان، خد مني بقى الكام معلومة اللي جايين دول. إيال زمير رئيس الأركان بعت برسالة للحكومة هناك إن في نقص حاد في أعداد الجنود داخل المؤسسة العسكرية، وإن الأدوات والمعدات العسكرية مش كافية أبدا لإدارة الوضع. وده اللي كنا لسه بنحكي عنه من شوية، إن المعدات مش هي الأساس عندك الجندي اللي هيستخدم المعدات دي. ورسالته دي كانت ببساطة لأن الجنود والخبرات العسكرية قلت بشكل ملحوظ جوه الجيش هناك. تقرير تاني بيقول إن حصل زيادة 40% في اضطراب ما بعد الصدمة من بعد شهر سبتمبر سنة 2023. حسب معطيات وزارة الدفاع هناك ففي حوالي 22 ألف جندي بيتلقوا العلاج هناك بسبب إصابات الحرب. وشوف بقى دي 60% منهم بيعانوا من مشاكل نفسية أغلبها اضطراب ما بعد الصدمة. وفي أقل من سنة ونص تم رصد 279 حالة حاولت تركب قطر 6 إلا تلت. أما عن جنود الاحتياط فحوالي 10,000 جندي وقعوا على تعهدات لرفض الخدمة العسكرية، وكانت الحجة بتاعتهم الإرهاق النفسي والجسدي والرفض الأخلاقي لممارسات الحكومة والجيش. تعال بقى أما أقول لك على نكتة أخيرة. هناك في إسرائيل وبعد الحرب في واحد جه في دماغه كده فكرة وراح فاتح مزرعة حيوانات عشان يعالج المشاكل النفسية اللي حصلت للجنود أثناء الحرب. يعني لو عندك اضطراب ما بعد الصدمة ولا حاجة ممكن تروح المزرعة دي تحضن حمار ولا بقرة، وإن شاء الله ربنا هيخفف عنك يعني اللي انت فيه. على الجانب الاخر هتلاقي ابطالنا في القطاع لحد الان ثابتين زي الجبال وقلوبهم فيها الشجاعه والاقدام. قادتهم بيشاركوهم المعركه وبيكونوا دايما في الصفوف الاماميه شايلين الرايه ومش بيستسلموا ابدا رغم الحصار والتضييق عليهم وقله الامكانيات. وما شفناش يعني واحد منهم جاله اضطراب ما بعد الصدمه ولا حاجه. فانا بس النهارده حبيت اوري لك الفرق بين الجندي الضعيف والهش ده وبين جنودنا الابطال المرابطين اللي ضربوا اعظم الامثله في التضحيه والرجولة. وبس كده، دي كانت نهاية حلقتنا. سلام.